يلعبها لمين؟ محمد كامل لاعب المحور، لمين؟ لسالم الدوسري الجناح الايسر في الهلال. شوف وين واصل؟ شوف التنوع في المراكز، شوف كيف مفاجأة المنافس، وقع ارجع تكفى. من اللي افتك هذه؟ من اللي افتكها؟ شوفوا، هذا مالكم، هذا مالكم. هل في نادي آخر أنا أشوف لاعب الجناح يفتك كرة من عمق الملعب؟ هذه نهايتها إيش؟ شوف نهايتها الجول. هذه القيمة الإيجابية عند الهلال في كل مباراة، نشوف تحول ونتيجته هدف. أمر مميز عند نادي الهلال. تشغيل نفز في مناطق متقدمة. نفز لاعب كبير جدا 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 في لمساته، العاده نفز زي ما قال الزميل عبد العزيز الزلال يكون لاعب ثالث كمدافع، لكن يلا احنا نبغى نشوف نفز اليوم في الحاله الهجوميه لما يروح يشتغل في الثلث الثاني، لما يروح يبغى يشتغل في الثلث الاخير. هذا روبن نفز. شوف الافتكاك، نسوي الضغط العالي، نفز موجود، يلا قاعد يشتغل في الثلث. يا الله اللي شفته في اليمين صح، اللي قبله في اليمين، شوف الحين ايش حيسوي. ها شوف ايش حيسوي، هذا روبن نفز. شوف مخططين عليها، نفز تروح تملالي هذا الفراغ، تملالي هذا الفراغ، روح كمان واصل. شوف روبن نفز قيمته في الثلث الثاني والاخير وقاعد يخدم على الفرقه. اذا انا قاعد اشغل نفز في كل مكان، هذا نفز، هذا احنا حاطين عليه دار، هذا روبن نفز المدافع الثالث اللي تكلم عنه الاستاذ عبد العزيز الزلال. شوف شغل روبن نفز، شوف الوقفه وصناعه الهدف لسفتش قيمه اللاعب اللي يشتغل في كل مكان في الملعب. هو روبن نفز فقط، هذا روبن نفز. شوف قيمته، شوف قيمته كيف يوصلك للباب بلمسه. انا اوصلك للباب. إذا روبن نفز ما شفناه اليوم فقط يشتغل في الثلث الأول كما جرت العادة غالبا، لكن شوف هذه، شوف هذه مين حيجيك مع الكادر لما روبن نفز. شوف الكرة الثانية، آخذها لك. هو قاعد يدافع بروبن نفز من مناطق متقدمة. هذا الجول لروبن نفز نفس الكلام، شوف وقفته، شوف الانتظار، ويشتغل أيضا في الثلث الأخير ويسجل. ترى كلامك عن نفز هذا الحين جت النفاضة عبد العزيز الزلال، الحين قاعد يفكر هذا لو راح شو بيصير. هو قال بطولة لو التجديد مع روبن نفز، وأتفق معاه بشكل صح. جت النفاضة عبد العزيز قال الحين هذا لو راح زمان يا ابو بدر. صح. وانا الف في هاشتاج اكشن مع وليد احب اقرا الاسئله. في اسئله ايش اللي فرق خيسوس اول موسم مع الهلال والموسم اليوم مع النصر؟ هذا هو روبن نفز. ما عنده في النصر لاعب بقيمه روبن نفز. روبن نفز يقدم خدمات كبيره جدا لنادي الهلال لانه يشتغل في كل مكان في الملعب، وهذا هو سبب تفوق نادي الهلال. ابو بدر لو ترجع، انا بسالك سؤال، انت مين اقوى، الحزم ولا القادسيه فنيا؟ قادسيه طبعا. يا سلام عليك. تعرف انه اليوم النصر وصوله في عدد تسديده اكثر من وصول الهلال لمرمى الحزم، رغم انه القادسيه تقول يعني قصدك انت تجيبها بطريقه، قصدك ان الحزم كان اقوى من النصر اليوم؟ لا، انا اقصد انه مو الشغله كم توصل، الشغله كيف توصل. كم توصل سهله، لكن كيف توصل هي هنا الشغل. وفي انديه عايشه على الكم وفي انديه عايشه على الكيف. والكيف اهم من الكم.